صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الزمالك اتعادل امبارح، يعني تعادل غريب. يعني امبارح فعلا الزمالك كان كسبان 2-0، وبعد كده خلص الماتش 2-2، والماتش ده كان ممكن يخلص 4-2 مثلا. اليمين بقى اللي هو فريق متواضع، مش متواضع، لا فريق مش فريق اصلا، مش فريق اصلا. انت قاعد تتفرج كده، بص يا باشا، هتلاقي 80,000 خطأ دفاعي، وكانوا هيجيبوا جون بنفسهم بطريقة غريبة. أنا مش مستوعب أصلا إن الزمالك اتعادل الماتش ده امبارح. نيمبا دي اللي الزمالك اللي المصري مسكها طلع لها 2 بالراحة من غير أي حاجة. علي ماهر عمل معاه ماتش قلة أدب. طيب خلينا نتكلم بس عن الماتش الأول كده كطبيعة الزمالك، واللي الزمالك المفروض يخير من الطريقة دي شوية، لأن الطريقة اتحفظت خلاص. الزمالك بيفضل ضاغط تقريبا أول تلت ساعة وآخر تلت ساعة، وفي نص الماتش انت بتخرب اي خرا حرفيا. يعني مثلا عندك الجون الاولاني ده من احلى الاهداف اللي شفتها حاليا الموسم ده في افريقيا وفي الدوري. ليه من احلى الاهداف؟ سيبك من رفعت فتوح، تعالى اتفرج. هو دلوقتي الكره اللي حصلت ان فتوح رفع، الكره نزلت لبنتايج هيئها لسيف الدين الجزيري اللي حطها بوش رجله الخارجي على يمين الجول. تمام. لا بص معايا كده، ايه ده؟ ايه التريحه دي؟ يعني بنتايج ريح تريحه. انا بقالي كتير قوي 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 ما شفتش لعيب بيفكر ان هو يعمل تريحه بفخده كده. يعني هو ريحها، مش هو سيف الجزيري مش جاي في وشه، لا سيف الجزيري بعيد عنه. يعني في كادرات بتبين ان سيف الجزيري بعيد عنه. هو ازاي فكر ان هو يقدر يعمل كده؟ بنتايج من الصفقات الناجحه اللي قدر الزمالك، تقريبا الصفقه الوحيده الناجحه اللي قدر الزمالك ان هو يحققها في الموسم اللي فات. تعال نبص بقى على الهدف الثاني. كوره رايحه بنتايج اللي في قلب الستة ياردة. بنتايج هو اللي في الستة ياردة، بنتايج الظهير. تمام. ومعاه 2 مدافعين والجون، والاربعه بيتزحلقوا وبيتلخبطوا مع بعض. الكره تروح لعمر فرج عشان يسجل اول اهدافه الافريقيه واول اهدافه مع الزمالك. وده كان شعور انا شايف ان عمر فرج كان محتاجه عشان يسجل هدف زي ده. تمام. 2-0 للزمالك عشان يخلص الشوط الاول. وقبل ما يخلص الشوط الاول كوره غريبه، خروج خاطئ من عواد مع سرعه اللعيب الوحيد اللي عندهم تقريبا، عشان حرفيا عواد باع ارضه. يعني حرفيا هو ملهاش اي حاجه تاني. يعني في 2 مدافعين مع اللعيب، وعواد طلعه غريبه، هوب غمزها، شكرا، راح الجول، محدش قدر يتكلم معاه. عشان تنزل الشوط الثاني كان الفرقه دي كانت قدامها بس 11 دقيقه عشان تحقق التعادل. حققت التعادل، وكانت يعني هي يعني الراجل حاطط قوه كبيره في الكوره. حسام عبد المجيد بيحاول يطلعها او بيحاول يشتتها، بيحاول يعملها بلوك عشان تروح في الجون. العواد ما قدرش يعمل لها حاجه. شكرا. 2-2، ومحدش عارف يتكلم مع حد في المباراه. بعد كده الزمالك ابتدى يضغط شويه، نيمبا يضغط شويه، لكن شكرا خلاص المباراه خلصت 2-2، وكان ممكن اللقاء يتقلب ان الزمالك يتهزم 3 أو 4-2. عموما نقطة واحدة خليتك برضو في الصدارة. حد طبعا مستني الماتش المصري، مش عارف ماتش المصري عمل ايه، لكن لو المصري كسب خلاص المصري هيبقى في الصدارة، والزمالك هو رقم 2 خلاص. صباح الفل.